السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل كيكة التريليتشي بطريقة وطبقات تحفة. بصي الكراميل سايح ازاي، جميلة جدا. يلا بقى خطوة بخطوة كده نعملها مع بعض. بصي عاملة ازاي وعالية ازاي ما شاء الله. بصي الطبقات بصي جميلة جدا. يلا بقى نشوف مع بعض هنعملها ازاي. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ومعايا بيكنج باودر وأربع بيضات، معايا كوباية ونص من السكر، كوباية لبن، نص كوباية من الزيت، يعني كوباية إلا ربع زيت وكريم شانتيه. معايا هنا كوباية من الحليب ومدوبة فيها معلقة من النشا. طبعا السكر هنا اللي احنا هنكرمله. أول حاجة هننزل البيض في الخلاط، يعني كله في الخلاط، الأربع بيضات كده حلوين. ننزل عليهم كوباية ونص من السكر، عليهم فانيليا بتاع 4 نقط كده، 5 نقط حلوين كده عشان يضيعوا طبعا ريحة البيض. هنزل بقى عليهم بعد كده بكوباية من اللبن وكوباية إلا ربع زيت. هنقل أي حاجة فيها كيك أو مخبوزات لازم تدخل الدقيق. دخلنا هنا الدقيق مع مع البيكنج باودر وزارة الملح، نقلبهم كده مع بعض وهنزل بالخليط كله. بسم الله ما شاء الله، بص عامل ازاي، جميلة جدا، مخدتش مننا وقت خالص. هجيب بقى زي صينية وفيها ورقة من الزبدة مدهونة، وهنزل بالخليط كله كده، بخبطها خبطتين كده واحطها في الفرن على درجة حرارة 170. قبل بقى الكيكة ما تتعمل هنعمل الايه كريم شانتيه. كوباية من الكريم شانتيه على كوباية مية ساقعة أو كوباية لبن ساقع، هنضربه حلو أوي كده بس، وهنشيله بقى ايه في التلاجة. تعالوا بقى نعمل الايه، نكرمل السكر. بعد ما نكرمل اهو هنزل بمكعب من الزبدة واحدة واحدة مع بعض. معايا هنا كوباية محطوط فيها معلقة من النشا، هنزل عليها بالراحة خالص خالص، ما تخافيش هو هيكلكع بس هيفك منك، بس بالراحة وانت بتعمليه. انا فضيته طبعا في موقف سلطانية، بس عامل ازاي ما شاء الله، والكيكة تحفة. طبعا هنسيبها شوية، هنختبرها كده ما شاء الله جميلة جدا. ممكن بقى ايه نعملها يا اما بالخلة يا اما بالشوكة. انا بفضل الشوكة احسن عشان طبعا ايه اللبن يتوزع فيها كله. هجيب بقى كده كوباية من الحليب وهنزل وهي دافية، بلاش وهي سخنة، وهنزل كده اسقيها حلوة قوي. عايزة اقولك ريحتها جميلة جدا، تشرب اللبن اهو بسرعة اهو ما شاء الله. بعد ما بردت شوية نقلبها بقى ونشيل بقى من عليها ورق الزبدة، وهنزل بقى بالكريمة. نوزع بقى الكريمة حلوة قوي كده عليها، واخلي حتة صغيرة كده بتاع معلقة عشان احطها في في اي كيس، لو كيس حلواني او كيس نايلون، وهنعمل بيها الحركة اللي احنا اللي انت هتشوفيها. هنوزع بقى الكريمة كده، هنزل بالكراميل كله ما شاء الله، ووزعيه بقى كده بالمعلقة بالراحة. وهجيب بقى الحتة بقى اللي احنا خليتها ديت اللي هي الكريمة، وهوزعها كده على الصينية. بس عاملة ازاي ما شاء الله، جميلة جدا، رايح جاي كده. وبالخلة بقى نعملها حركة كده عشوائية بحيث تدينا الشكل الجميل ده. ايه رأيك بقى؟ بس شكلها جميل جدا، وإلا طعمها بقى ريحتها جميلة جدا. يلا نقطعها بقى مع بعض كده، وبعد ما تقطعي كده تمسحي السكين. نقطع كده المربع التاني كده الناحية التانية ونشيلها بقى. اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده والحلاوة دي، اتولي يا جماعة، بس عاملة ازاي، اللهم صل على النبي. يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. أتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على ألف خير في رعاية الله حبيبي.